أهلا وسهلا بالجميع بهالفيديو الجديد. اليوم رح نعمل شوربة من أطيب أنواع الشوربات، كتير لذيذة وكتير صحية ومفيدة وبترفع مناعة الجسم. يلا نشوف الوصفة سوا. بالبداية عندي هون هذا النوع من الخضار بنقله كرات أو ليك أو براي، وراس كامل من الثوم وحبة بصل وحدة وسط. أنا قطعت الكرات مثل ما شايفين لقسمين. القسم اللي فيه الورق الأخضر بفرقه عن بعض وبغسله لأني هون بيكون مليان كتير تراب أو رمل، فلازم تنتبهوا إنه تغسلوه كتير منيح. برجعن بحاول رجعن وافرمون ناعم. بالطنجرة حطيت ملعقة من الزبدة مع ملعقتين من الزيت الزيتون، وبتركون لحتى تذوب الزبدة. بهالوقت بكون أنا فرمت البصل. ضفته مباشرة فوق الزبدة والزيت وبتركه بس لحتى يدبل البصل، وبضيف كمان الكرات بكون فرمته مثل ما شايفين ناعم، والثوم. الثوم ما تستغربوا أبدا من كمية الثوم لأني ما رح تحسوا بهالطعمة القوية. وبعد ما تقلوا شوي ضفت ملعقتين من الطحين، بقليهم كمان كتير منيح مع بعض لمدة دقيقة، وبضيف لتر من المي المغلية. فرمت حبتين من البطاطا، حبتين وسط، وضفتهم فوقهم وتركتهم لحتى تستوي البطاطا. تاخد تقريبا من 10 دقايق لربع ساعة. انتو فيكن تختبروها مثل ما شايفين بالسكين، اذا انقسمت معكم بتكون استوت. وهيك رح نطحنها. انا طحنتها بهالأداة، انتو اذا ما كانت متوفرة عندكم ممكن تحطوا كل الخليط بالخلاط وتطحنوه. تطلع عندي بهذا الشكل ناعمة وكريمية. وهون رح نحط الملح والزعتر الناشف ونصف كوب من كريمة الطبخ، وبتركها لحتى تغلي غلوة. بتكون عندي الشوربة صارت جاهزة. وللتقديم بمقلاية على النار حطيت شوي من زيت الزيتون مع توم، بس هيك دقيته لحتى تطلع نكهته. بقليه شوي وبضيف هالقطع من خبز الباكيت وبقليهم لحتى ياخدوا لون حلو. إذا ما كان متوفر عندكم هالخبز فيكن تستعملوا خبز التوست، طبعا بتقطعوه لمكعبات. مثل ما شايفين بلشوا ياخدوا اللون الذهبي الحلو. الثوم بيعطي كمان نكهة طيبة لزيت الزيتون، وللخبز لما بتاكلوه بتحسوا بطعم كتير طيب. وهيك بتكون عندي جاهزة للتقديم. مثل ما شايفين حطيت الخبزة بوسط الصحن مع شوية من البابريكا وملعقة من كريمة الطبخ للتزيين. بتمنى عن جد تجربوا هالوصفة، كتير رح تحبوها. إذا حبيتوا هالوصفة بتمنى تشتركوا بقناتي إذا أول مرة بتشوفوني، وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وبشوفكم بفيديو جديد.